والله وعملوها الرجالة. يعني خلينا نبتدي كده بالبيراميدز الأول وسان داونز. والله أنا ما كنت متوقع، يعني أنا كنت عمال أقول في الفيديوهات اللي فاتت إن سان داونز هيقل من بيراميدز في الملعب. يعني الفرقة دي والله العظيم ما ليها كتالوج، اللي هي سان داونز يعني. ما تعرفش هما بيلعبوا كورة ليه؟ انتوا عايزين ايه؟ يعني انتوا عايزين البطولة، ولا انتوا بتلعبوا على بطولة، ولا انتوا بتلعبوا كورة كده فور فن، ولا مثلا انتوا بتلعبوا كورة كده اللي هو ايه؟ والله احنا كسبنا، خير وبركة، عادي مفيش مشكلة. خسرنا عادي برضو. احنا مش جايين نلعب، احنا جايين نتبسط، احنا جايين نتكيف كده. والله يعني ايه يعني؟ الهري بقى والحزق بتاع البطولة والنهائيات ومش عارف ايه، مش معانا يعني، مش هدفنا. لا لا، اللي هو مش احنا، لا مش احنا، معلش. اللعيبة جابت جون، اول جون احتفال العادي مش عارف ايه. انت بص كده، بالله عليك بالله عليك كده، بص كده في اول 5 دقايق 10 دقايق، شوف الاتنين سنتر باكات بتوعهم وهم حابين يلعبوا الكورة مع الحارس، حارس المرمى بتاعهم. شوف باصوها لبعض كام مرة. لعيبة بيراميدز بتلعب على ميديم بلوك، واقفة بتقابل من نص الملعب، ما بتطلعش تلعب عالي من قدام، تضغط عالي من قدام. فهم عاملين فيها مانشستر سيتي. انا بصيلك وانت تبصيلي، انا بصيلك على اساس ايه بقى؟ ان هيزهقوا بيراميدز. بيراميدز ما زهقش. يعني دي بصراحة تحية وشابوه لفرقة بيراميدز النهاردة. ان هم من يعني ايه، ما وقعوش في الفخ بتاع سان داونز. اللي هم انا ايه، هقعد اباظي لورا وباظي للجنب ومش عارف ايه، واقعد ازهقك واستفزك عشان تجري وتضغط وتفتح خطوطك وتضغط عليا من قدام، وانا واضربك في ظهرك. عملوها مرة اتنين تلاتة على استحياء، وراحوا عند الشناوي مرتين تلاتة بس. يعني دي في حد ذاتها انجاز لبيراميدز. يعني ان هم يروحوا على الشناوي مرة ولا اتنين وتلاتة بس، دي انجاز لبيراميدز بصراحة. النهارده بيراميدز كانت يعني على قدر المستطاع كانت بتحاول ان هي تتماسك وتلعب كورة قدام فرقة زي سان داونز، وتلعب بتكتيك وواقفة وبتحافظ وبتقابل من نص الملعب. اللهم بس ايه، مهارات فردية من سان داونز ليه يعني بيضربوا بيها خط النص، او بيعدي واحد واحد، او تمويهة، او مش عارف ايه. مهارة فردية من لاعب. لكن المدرب بتاعهم طبعا زي ما انا قلت برضو 100 مرة، هو متحفظ جدا. يعني انا متهيألي ان اللعيبة بتلعب وهي زهقانة، مش حابة اللعب ده. بس هو ايه يعني، اهو يعني هنعمل ايه؟ المدرب بتاعنا لاعب بره، مش سايبنا براحتنا، مش سايبنا اللي احنا ايه. انا مش عايز اقول الكلمة عشان ايه يعني، ما تتاخدش عليا. مش عايزنا نتعالى على الكوره براحتنا يعني. انت دي اكيد فهمت انا عايز اقول ايه، مش عايز اقول اللفظ التاني بصراحه يعني. المهم إيه، فانا وقت كده من الاوقات حسيت ان دوت ايه، اداء الزمالك لما يكون اللعيبه ما بتاخدش مستحقاتها. العب على الواقف، العب بالراحه، العب بمزاجي، مفيش روح، مفيش مش عارف ايه. انا هاجي للزمالك النهارده وهتكلم عليه، بس يعني خلينا نخلص سان داونز. فيعني بشكل عام يحسب لبيراميدز ان هم ما كانوش خايفين قوي، ما فيش خوف اوفر. في روح، وكسبوا او مش كسبوا، يعني هو ده بالنسبه لهم مكسب النتيجه دي. بس يعني ايه، جابوا جون التعادل في اخر دقيقه، فما استسلموش، ما خافوش، وقالوا بقى نحافظ ونأمن ونحافظ على 1-0. ولما نيجي القاهره يحلها الحلال. لا، ضغطوا وكملوا اخر نفس وجابوا الجون وربنا كافئهم وجابوا جون التعادل، بقت 1-1. بقى هما اللي كده لغايه النتيجه الحاليه، هما بطل ابطال افريقيا لغايه الوقت دوت. بيراميدز هو بطل ابطال افريقيا. هيجي هنا بقى في القاهره هيحصل ايه؟ الله اعلم. انا بتوقع برضو لعيبه بيراميدز، قصدي لعيبه سان داونز، هتلعب بنفس طريقه اللعب. مفيش حميه، مفيش روح، مفيش شراسه. هلعب كره حلوه على قد ما اقدر، هلتزم دفاعيا زي ما المدرب ما عايز مني اجيب جون والتزم دفاعيا، و... واسيب بيراميدز تعمل اللي هي عايزاه. ده اللي انا متوقعه، السيناريو اللي هيحصل لما يجوا مصر هنا. انا بصراحه انا اتمنى بيراميدز تفوز طبعا، تاخد دوري ابطال افريقيا يعني، لاول مره في تاريخها وهي من مصر. مش اكيد مش هشجع سان داونز يعني.
فانا اتمنى ان بيراميدز تاخد دوري ابطال افريقيا. نقفل بقى قصه دوري ابطال افريقيا وبيراميدز وسان داونز، نخش على ماتش الزمالك النهارده وبتروجيت. معرفش ليه او مين اللي شايف ان اداء الزمالك ده وحش، يعني اوحش من اللي كان قبل كده. يعني انت كنت بتتفرج فين قبل كده، او بتتفرج على مين قبل كده، وكنت شايف ان بالنقص العددي ده ان الاداء كان قبل كده احسن من دلوقتي؟ يعني اول مره النهارده الاقي في يعني كوره هجوميه لنادي الزمالك من بعد ما ايمن رمادي جه، مع يعني اتزان دفاعي شويه. اول مره اشوف النهارده الكلام ده من ساعه ما جه ايمن الرمادي، ومن ساعه ما بيسيرو مشي. يعني بيسيرو كان متحفظ جدا دفاعيا، والدفاع كان وحش جدا. اللعيبه بتقف غلط وبيخش فينا جوان هبله، وجوان يعني ما تجيش في بعيال صغيره. اللعيبه كانت عدد واقف كتير، بس لعيبه واقفين غلط، في توهان، في لخبطه. النهارده يعني ايمن الرمادي بس عيبه، مش عيبه يعني، هو يعني عشان بس ما نجيبش غلط على المدرب. لعيبه الزمالك او لعيبه مصر كلها، اللي هو الجيل اللي هو طالع كله دوت، اللي موجود دلوقتي من اول كمان، حتى اللي هم يعني اللي عندهم 20 سنه دلوقتي بقى، واللي عندهم 25 و30. الجيل اللي طالع ده طالع من ناشئين، ما بيلعبش كوره من تحت، ما يعرفش يعني ايه بيلد اب، ما يعرفش يعني ايه يطلع بالكوره من رجل لرجل، من اول حارس المرمى للسنتر باكين لنص الملعب للهجوم. اقصى حاجه يعملوها ان انا اطلع على الطرف عشان اقل منطقه خطوره في الملعب، وبتاع الطرف سواء اللي هو الباك يمين او الباك الشمال يديها لصانع الالعاب الحريف الكوره اللي في نص الملعب، ولا ياخد الكوره ويلف ويلعب الفرقه. هي دي الكوره في مصر. فايمن رمادي مش عيبه، هو بيحاول ان هو يطلع بالكوره من تحت. فانت بتلاقي انت الزمالك مضغوط ومش عارف يطلع ليه. لعيبه الكوره اللي تحت اللي هي السنتر باكات والباكين مش اللي هم اللي يقدروا يطلعوك قوي، مع ان يعني في تحسن كبير، او على الاقل مش هقول لك ان هم ما يقدروش يطلعوك، بس لسه طريقه ايمن الرمادي ما طبعتش قوي من اللعيبه. النهارده كان في جمله يعني انا خدت بالي منها، اتكررت كذا مره. صبحي يلعب للسنتر باك، ينزل له مصطفى شلبي، او ينزل له الناحيه التانيه كان ايشو، يسحبوا معاهم لعيبه نص الملعب بتاعت بتروجيت، هوب مره واحده تلاقي محمد شحاته بقى صحراء لوحده. يقوم جاي محمد شحاته بيستلم، ويكون مصطفى شلبي بيعمل سبرنت عشان يكمل ويروح، وتبقى هجمه مرتده او مش هجمه تحول، يحول الكوره او يحول الهجمه من بناء هجمه عادي لكوره تحولات، من غير ما تحس. بيسحب اللعيبه كلها بتاع بتروجيت لل 18 بتاع الزمالك، هوب بيطلع واحده على الطرف مصطفى شلبي يدي ال1 لمحمد شحاته، محمد شحاته يدي له ال2، بقى ايه خلاص تحس ان بقى يروح الزمالك 3 على 3 دايما. وكان النهارده دايما الاقي النهارده، بس هو كواليتي اللعيبه. يعني انت بيلعب بمين؟ لا في ناصر منسي، لا في ناصر ماهر، لا كان في عبد الله السعيد، لا كان في الجزيري اللي احنا يعني ايه، اللي احنا مش عايزينهم ومش طايقينهم كمان مش موجودين. بيلعب بحسام اشرف، ايشو، آه ما اسمه ده، الناحيه التانيه كان مصطفى شلبي وسيف جعفر. انت متخيل الوضع؟ وشيكابالا خلاص، شيكابالا يعني هو يا جماعه خلاص شيكابالا هو بيعتزل. شيكابالا يعني النهارده جاب جون من الماركه بتاعته، وكمان النهارده بيعلى على نفسه، بص وعمل ان هو هيحطها في البعيده زي العادي، وعمر صلاح كان متوقع دي، قفل وش رجله حطها له في الضيقه. ماشي، لكن شيكابالا فين من ساعه ما نزل؟ او بيعمل ايه شيكابالا من ساعه ما نزل؟ مش قادر يجري. خلاص هو خلاص شيكابالا مش قادر. على عيني وعلى راسي، انت عايز شيكابالا يرجع عشان هتحطه في ماتش الكاس، ويبقى تحاول ان انت توقفه على رجله على ماتش الكاس علشان يرفع هو كاس. طب ما هو ممكن يا جماعه يعني في الفتره الثلاث ماتشات دول تجهز واحد احمد الجفالي مثلا لو خلاص خف وبقى سليم، ولا مثلا ايشو دوت تديله الثلاث ماتشات دول، وخلي شيكابالا يرفع الكاس برضه.
انا بخاف من مش عايز اقول المجاملات بس هي ما تسماش غير كده. انا بخاف من المجاملات اللي زي دي، بتقلب عكس، بتقلب نحس على الفرقه، بتغير الكفه من تبقى يمين لتبقى شمال. ما تخلي شيكابالا عادي موجود، ومش مشكله هيرفع الكاس برضه. انا ما يعني انا بص يا جماعه، يا جمهور الزمالك، انا ما بحبش حد، يعني ما بحبش اشتغل نفسي، ما بحبش اضحك على نفسي. شيكابالا والله ما قادر، يعني كل اللي عمله النهارده اللي هو القطمه اللي قطمها لجوه في اخر الماتش، قام جاي شاط الكوره. لكن هو بالله عليك كده، انت قول لي من ساعه ما نزل باله كان لعب نص ساعه النهارده شيكابالا، عمل ايه شيكابالا؟ ولا حاجه. لا كان قادر يرجع يدافع، ولا كان قادر يهاجم. وبساط مش مظبوطه قوي، ده اذا عمل بساط اصلا. تصويبات على الكوره على المرمى، هي فيش غير واحده اللي جابها جون في الاخر وخلاص. لكن غير كده يعني والله هو اللي هيرفع الكاس برضه لو زمان خد الكاس، ما هو الكابتن. لكن ما علينا، هو مبروك للزمالك. وانا مش مع، وانا خالص مش مع الناس اللي بتقول ان ايمن رمادي اداؤه وحش او اداء الزمالك وحش مع ايمن. والله النهارده في تحسن، في روح، في ضغط النهارده. المستوى الفني العام للفرقه مش حلو، لان الكواليتي اللي موجود يسقط اي مدرب. لكن انت بتتفرج بعينك، في حاجه بتتعمل في الملعب من المدرب ولا مفيش؟ في جمل للخروج بالكره، لا في شغل. ما تقوليش مفيش شغل، لا في شغل. لكن ال الجوده بتاعت التنفيذ دي بقى عايزه لعيب. جوده التنفيذ والباص واللمسه من لمسه واحده، دي عايزه لعيب، او هتاخد وقت كبير قبل ما اللعيبه دي الكواليتي بتاعها يعلى، فانت تلاقي اداء حلو زي ما كان مع ايه بقى سيراميكا، وزي مع اسوان. كان بيطول معاهم، بيقعد معاهم الموسم، علشان تلاقي انت في نص الموسم الثاني اللي هو الدور الثاني اداء الفرقه بقى حلو، واللعيبه الكوره مع انها لعيبه فنيا اقل من الزمالك، لكن فخدوا وقت. لكن انت عشان تلاقي نتيجه بسرعه كده، فانت عايز لعيبه كواليتي عالي مع الفكر والشغل بتاع ايمن الرمادي، هتلاقي النتيجه اسرع. لكن الراجل بيلعب على قد المتاح واللي موجود. ايمن امين عبد العزيز وايشو وسيف جعفر، مش عارف اسامي ما تشيلش نفسها، مش ما تشيلش فرقه. فبكل التوفيق، انا من وجهه نظري كل التوفيق للكابتن ايمن الرمادي، واشتغل وكمل وزق في اللعيبه الروح اللي هي انت يعني اللي انا شفتها النهارده شويه نوعا ما، يعني نوعا ما عشان انا ما ببالغش، بس يعني في شويه نفس تحسن شويه. لكن يعني الله يكون في عونك، ده الكواليتي موجود. فربنا معاك، وتجهز اللعيبه دي لماتش، في ماتش فاركو اللي جاي، وتجهزها عشان ماتش الكاس، يبقى الزمالك ختم الموسم السيء من أسوأ المواسم للزمالك، ختموا ببطولة. من هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى دايما تكون القناة عجباكم، وأتمنى دايما دعمكم واشتراككم في القناة. السلام عليكم.